السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم لكل مسلم ومسلمة. في كتير مننا طبعا عارف الموضوع اللي هنتكلم فيه وبيهتم بيه، وفي كتير برضو ما بيهتمش بيه. موضوعنا النهاردة عن الطهارة. الطهارة مش بس غسل الأعضاء أو النظافة الجسدية. الطهارة ده سر البركة والراحة النفسية والنجاح في حياتنا اليومية. تعالوا كده نتكلم عن أول حاجة، وهي إن الطهارة واجب قبل أي عبادة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. ومعنى الطهارة هنا إن الوضوء والطهارة الحسية والمعنوية، وهي بتمثل نص الإيمان، لأن الإيمان بيجمع بين الطهارة الظاهرة اللي هي النظافة والوضوء، والطهارة الباطنة اللي هي طهارة القلب من الشرك والمعاصي. فالمسلم لما يجمع بين الاتنين يبقى إيمانه كامل، وده بيأكد إن الطهارة مش مجرد نظافة، لكن عبادة بتقربنا من ربنا وتخلي حياتنا كلها بركة ونور. وفي يوم من الأيام كان الصحابة قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يعني حتى لو الجو برد أو الواحد تعبان، مجرد إنك تتوضى وتتطهري لله، ده سبب إن ربنا يمحو ذنوبك ويرفع درجاتك عنده. الطهارة مش بس شرط للصلاة، لكن مفتاح لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات عند الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حسنا إن احنا نجمع بين طهارة الجسد وطهارة الروح، وبكده بتكون الطهارة مش شكل وبس، ده جزء من الإيمان نفسه، سواء وضوء قبل الصلاة أو غسل كامل أو حتى تنظيف الجسم والهدوم. كل ده بيقربنا من ربنا وبيخلي عبادتنا مقبولة. ولو جينا نتكلم عن فضل الوضوء، الوضوء مش بس إن أنا أغسل إيدي ووشي ورجليا، لأ، ده تطهير للروح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. كل مرة تغسلي فيها جزء من جسمك كأنك بتغسلي همومك وذنوبك، وتبدأي يومك بطاقة جديدة. لما نيجي نتكلم عن الطهارة في جلب البركة في البيت، لما بيتك بيكون نظيف وانت متوضية بتحس بفرق كبير، بيكون الجو هادي والتركيز بيزيد، حتى رزقك بفضل الله بيزيد. الطهارة مش بس جسم، ده راحة لقلبك ولنفسك. لو جينا نتكلم عن الطهارة كعادة يومية، جربي كده تبدأي يومك إنك تغسلي إيدك ووشك، أو الاستحمام بنية الطهارة. خلي جسمك وعقلك وروحك نظيفة قبل أي مهمة هتعملها في يومك. هتحس إنك مرتاحة أكتر، وحياتك منظمة، ومشاعرك كمان مستقرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهارة. يعني مهما صليتي بخشوع، لو جسمك أو هدومك مش طاهرين، الصلاة مش كاملة. خلي الطهارة عادة قبل كل صلاة، وهتلاحظي فرق كبير في خشوعك وروحانياتك. الطهارة كمان للرزق وللحياة اليومية. الطهارة مش بس للعبادة، دي للرزق وللنجاح. النظافة واتباع السنة في الطهارة ده بيفتح لك باب الخير، حتى لو حياتك فيها مشاكل. الطهارة بتديكي هدوء وراحة نفسية. يبقى باختصار، الطهارة مش بس نظافة جسم، ده نور للروح وراحة للقلب وبركة للحياة. خليها جزء من حياتك اليومية، وهتشوفي الفرق الكبير في حياتك. لو عجبتكم الحلقة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشاركوا الفيديو مع حبايبكم ومع أصحابكم، علشان يبقى لكم أجر عند ربنا سبحانه وتعالى في إنكم وصلتوا كل كلمة حد يستفاد بيها. ولو لسه بقى أول مرة كده بتشوفوا الفيديوهات، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وشاركوا معانا، واكتبوا لي كده في التعليقات، واكتبوا لي يعني كده نصلي على النبي كده في التعليقات. ولو حابين نتكلم في أي موضوع اكتبوا لي، عايزين نتكلم في موضوع ايه.
أشوفكم كده على خير وفي فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.